عمرك حسيت إن كلمة واحدة قلتها لحد أو حد قالها لك أو نظرة استخفاف أو تجاهل بسيط فضلت معلمة معاك طول اليوم؟ وتقعد تقول بقى لنفسك يا عم كبر دماغك، بس تلاقي نفسك أو مزاجك دايما اتقلب وثقتك في نفسك نزلت وتفكيرك بقى تقيل أوي. مفاجأة إن دي مش حساسية زيادة، دي ممكن تكون حاجة اسمها الميكرو تروما. اللي هي يعني إيه الميكرو تروما؟ الميكرو تروما ببساطة هي أحداث صغيرة ومتكررة، مش لازم تكون كارثة، بس هي بتتراكم زي نقط المية على الحجر. انت عارف الحكاية لما نقطة تنقط على الحجر، كل نقطة لوحدها بتقول عليها عادي، إنما مع الوقت بتعمل شرخ أو بتعمل دايرة كده في نص. آه، بتعمل شرخ بقى في الثقة، في الأمان، في نظرتك لنفسك، للناس. المشكلة إن إحنا بنستخف بيها لأن هي مش درامية، مفيش حادث كبير أو مفيش حاجة كبيرة، مفيش صدمة واحدة واضحة. في تقطيع كده، حاجات يعني حاجة تقطيع بسيط كده ومستمر. مثلا بتحصل كل يوم. خلينا نحطها في مواقف واقعية جدا، زي مثلا نقد متكرر، حد في البيت أو في الشغل كل شوية يعلق: هو أنت ليه دايما بتغلط؟ أنت بطيء أوي يا أخي. مش فاهم ليه أنت مش بتعرف تركز. حتى لو هو بيقولها بهزار بيمشي الدنيا كده، تكرارها ده بيعمل أثر، خصوصا لو أنت أصلا تحت ضغط أو عندك مشاكل أو الفترة دي مش أحسن حاجة بالنسبة لك. كمان التجاهل، لما بتبقى بتتكلم في قعدة محدش يرد، أو حد يقطعك كل مرة، أو رسايلك دايما تبقى متأجلة. بعد فترة بتلاقيك بتقلل كلامك تلقائيا، تقعد تقول لنفسك انت من جواك: هتكلم ليه؟ ما هو ملوش لازمة. مثلا برضو مقارنة: شوف فلان عمل ايه، بنت خالتك نجحت، زميلك اللي كان معاك في الشغل اترقى. المقارنة المستمرة مش بتشجع، هي بتقولك ضمنيا ان انت مش كفاية. في أمثلة كتير برضه شبههم، يعني تقليل من مشاعرك، إن أنت تكبر دماغك، أو إن أنت لو حد يقعد يقول لك كبر دماغك أو أنت مكبر الموضوع، أحرج قدام الناس، وعود كتير ومفيش التزام، أو بيئة تحسسك إن أنت بأمانة جدا أو بوضوح وجودك مش مهم. الحاجات دي كلها دماغك بيترجمها كأن هي خطر. هنا النقطة بقى اللي بتتشرح: ليه الصغير يعمل حاجة كبيرة، وليه مش بيقيس الألم بالحجم، بيقيسه بالتكرار والمعنى. يعني لما تكرر النقد أو التجاهل، الدماغ بيبدأ يترجم الرسالة: أنا مش آمن هنا، أو أنا ممكن أترفض، أو أنا مش محبوب إلا بشروط. ساعتها الجسم بيبدأ يتصرف كأن في خطر حقيقي، توتر بقى وشد في البطن، دقات قلبك تبقى سريعة، عصبية، تفكير زايد، أو ببساطة انسحاب وصمت. مع الوقت الميكروتروما بتعمل حاجتين خطيرين جدا: تخليك تتوقع الأذى قبل ما يحصل، فتبدأ تدخل أي موقف وأنت متحفز، وتخليك تبني صورة عن نفسك مش لصالحك. لو انا تقيل، ان الناس مش بتحبني، او انا قليل، او انا مش مرغوب ان انا في القعده دي مثلا، ده كله بيزود القلق وبيفتح باب للاكتئاب خفيف، او يعني فقدان الشغف. لانك بتعيش وانت شايل هم. انت هم ان انت بتعيش وانت شايل هم ان انت تتقبل وتثبت نفسك طول الوقت. طيب ايه هي طرق التعافي التدريجيا من الميكروتروما؟ مش بيكون بحركة واحدة طبعا، ده بيكون بإعادة تدريب نفسك. تدريب برضه تدرب نفسك وتختبر حدودك. ودي خطوات عملية، أنا هقول لك دلوقتي خطوات عملية وبسيطة جدا. أول حاجة أعترف إن هي بتفرق. أول خطوة إن أنت تبطل تقول دي حاجة تافهة. قول اللي حصل ده حاجة صغيرة بس أثرت عليا، أو أثرت عليا بشكل حقيقي. الاعتراف مش معناه إن أنت ضعيف، معناه إن أنت بتبدأ تفهم نفسك. تاني حاجة: سمي النمط مش الموقف. بدل ما تمسك في موقف واحد، اسأل: ده بيكرر ازاي ومع مين. مثلا مش فلان ده اتريق مرة، لا فلان ده بيقل مني كل ما اتكلم. ليه بتسمي النمط؟ علشان تبدأ تشوف الصورة كاملة، بدل ما تلوم نفسك على كل على رد فعلك. انت في اوقات بتبدأ تلوم نفسك، تقول انا ما كانش يعني رد فعلي كان سخيف قوي على الكلام.
تالت حاجة اكتب الترجمة اللي دماغك عملتها. الميكرو تروما بتوجع لأن دماغك بيترجمها لرسالة عن قيمتك. اكتب جملة بصراحة: لما حصل كذا كذا أنا فهمت إني مثلا مش مهم، أو إني مش كفاية، أو إني مش محبوب. وبعدين اكتب جملة، يعني جملة اللي هي الصح بقى. الصح إن أنا أستحق الاحترام، ده سلوك منهم مش تعريف ليا. دي حاجة مهمة جدا إن أنت تكتب الكلام ده أوي. الخطوة الرابعة: حدود صغيرة بس ثابتة. مش لازم خناقة ولا قطع علاقات فجأة. ابدأ بحدود بسيطة. ممكن تتكلم من غير ما تتهكم على حد، انت تقول له كده يعني. او ممكن تتكلم من غير ما تتهكم عليا: انا مش مرتاح للمقارنة، لو سمحت ما تعملش كده. لو هنهزر بلاش، ما تهزرش معايا من فضلك، انا مش عايز حد يهزر معايا. الحدود مش أسوأ، الحدود هي طريقة احترام للنفس. خامس حاجة: عوض جسمك بالأمان، لأن الجسم اتعلم الخطر، محتاج إن هو يتعلم إيه؟ الأمان. حاجات صغيرة بتنفع: التنفس البطيء، دقيقة مشي، 10 دقايق نوم، آه قلل القهوة لو بتزود التوتر عندك، خد وقت هادي كده من غير أي شاشة قدامك. على فكرة دي مش رفاهية، دي إعادة ضبط للجهاز العصبي. 6 كمان: اختار دايرة فيها احترام. الشفاء بيبقى أسرع لما تكون حواليك ناس ما بتقللكش. مش مطلوب ناس مثالية، مطلوب ناس إن هي تحس بالأمان معاها، بتسمع، بتحترم، ما بتحولش كل حاجة لمحاكمة. ولو في أحداث قديمة تقيلة جدا أو أعراض بتعطل حياتك، مثلا نومك واقع، عندك نوبات هلع أو انهيار متكرر، وقتها الدواء المتخصص بيفرق جدا. ومش عيب ده اختصار للطريق، يعني انت تروح لمتخصص او اخصائي نفسي او دكتور نفسي، مش عيب. ففي الاخر الميكرو تروما بتتصلح بنفس الطريقة اللي اتكونت بيها، نقطة نقطة. احترام صغير لنفسك كل يوم، قرار صغير ان انت ما تسمحش بالاهانة، وجملة صغيرة تقولها لنفسك بدل من جلد الذات. في الكومنتات يا ريت من فضلك اكتب لي أكتر حاجة كنت أو كانت بتتكرر ووجعاك من غير ما أنت تحس، وهي نقد ولا تجاهل ولا مقارنة. ولو حابب السلسلة دي تكمل اعمل لي لايك وشير واشترك وفعل الجرس، عشان الحلقة الجاية هنتكلم عن ازاي تبني حدود من غير ما تحس بالذنب، وبجمل جاهزة ترد بيها في المواقف. أشوفك على خير إن شاء الله. السلام عليكم.